السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض وصفة حلوة جدا وهي البسطرمة. طبعا بعد غلاء الاسعار فبقت البسطرمة دي يعني من الحاجات اللي مبقتش اساسيات في حياتنا، برغم ان احنا كلنا بنحبها ولادنا بيحبوها. تمام، فاحنا والله كل الشكر والتقدير لاول حد عمل الوصفة دي، وهي كانت قناة امة الله. انا من هنا بشكر حضرتك، انتي اول حد قدمها على السوشيال ميديا، وبصراحة وصفتك يعني كل القنوات قلدتها، بس انا لازم اشكر حضرتك ويعني انسب لك الفضل. بصوا يا جماعه، انا دلوقتي دي حوالي مقادير نص كيلو لحمه. حطيت عليهم راس توم كبيره، حطيت عليهم ملح، فلفل اسمر، شطه، كبابه صيني، معلقه كبابه صيني كبيره، معلقه بهارات لحمه. طبعا بطل الوصفه اللي هي معلقتين الحلبه المطحونه، وما تقلقيش هي مش هتمرر لك مش هتمرر لك البسطرمه ولا حاجه، هتديكي نفس النكهه. تمام. انا مسكت اللحمه ضربتها الاول في الكبه. طبعا لو انتي الكبه بتاعتك حجمها صغير ما تتعفيش عليها، فاضربي حاجه حاجه بحيث ان الموتور ما يتاثرش. تمام. ولو كبتك من الكبات الساعه بتاعتها كبيره اضربيها مره واحده. انا ضربتها على مراحل لحد ما خلصت الكميه كلها، وبعد كده هاخدها وهنزل بيها تاني هنزل عليها بالبهارات، اللي هي ايه؟ بهارات اللحمه، الكبابه الصيني، الكزبره الناشفه، شطه، ملح، فلفل اسمر. لو انت عندك بتاع ده، اللهم صل على النبي، عندك مرق الدجاج بودر، حطي برضو منها، طعميها قوي. تمام. وحطينا اللي هي معلقتين الحلبة المطحونة. هاخد كل الخليط ده اضغطه. على فكرة انا حطيت هنا نص معلقة قرفة، ما تخافيش مش بتبان في الطعم، بس ما تخليش اي ريحة. لو انت عندك توم، يعني ما انت طحناها تاخدي منه معلقتين كبار. تمام. بصوا يا جماعه، تركيزي ان انا بشكر اول حد عمل الوصفه. انا في حياتي دايما الشكر، طبعا الشكر ربنا قبل اي حاجه، والشكر لاي حد بيقدم حاجه انا استفدت منها. لو انت شكرتي اي حد ربنا هيبعت لك في حياتك اللي يشكرك، حتى لو كان زوجك، يعني فاهماني؟ اهل جوزك. لكن انت محدش يعمل حاجه وتنكري فضله، دي وحشه جدا. بعد ما حطيت كل البهارات دي على الخليط، خدتها تاني ضربتها في الخلاط. تمام. وانا كده بضربها في الخلاط حطي لي لايك، ودايما افتكريني كده بكومنت حلو، واعملي شير للفيديو علشان الكل يستفيد، والكل ينورني باشتراكه، وكونوا اخوات جداد ليا، تملوا عليا الدنيا زي ما بيقولوا. طبعا اللحمه لما بتتضرب لونها بيفتح، فانا حطيت هنا اللون الاحمر. انت ده يعني انت حسب، انا ما كترتش بصراحه، لكن انت عايزه تخليه وردي اكتر من كده مفيش ادنى مشكله. طبعا اللحمه انت ضغطتي عليها اكتر من مره فهي نعمت منك، وده المطلوب اثباته. انت سيبيها تريح شويه، وبعد كده دهني ايدك زيت وكوريها. طبعا البطل برضو معانا بعد الحلبه المطحونه هي اكياس التلاجة. هتدهنيها زيت وتحطي كل كوره كده، وبالراحه بتضغطي عليها وبتفرديها بحيث ان انت تخليها رقيقه. بصوا اللون معلم ازاي، كويس ان انا كنت لابسه حاجه في ايدي. بتفرديها، هما طلعوا تقريبا يا 8 رقات يا حوالي 7. هتحطيهم في التبريد ليلة كاملة، ولو تلاجتك كويسة ممكن 4 5 ساعات. ممكن تعمليها كده على الساعة 4 على بالليل تتعشي بيها. كل تلاجة وحسب حالتها الصحية. المهم انتي بتضغطي لحد ما بتفرديها خالص وبتخليها رقيقة جدا، وتحطيها في التلاجة بحيث ان هي تنشف، بحيث ان انتي تمسكيها تكسريها. طبعا هتعملي من هنا ورايح، هتعملي بقى براحتك، بيتزا، هتعملي سمبوسك، هتعملي رقاق، هتعملي جلاش، وهتدخلي فيه البسطرمه اللي احنا جه علينا وقت ما كناش بنستعملها قوي طبعا لغلائها. حتى لو فكرنا نعملها في البيت وجبنا عرق لحمه تبقى مكلفه جدا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.